فبمجرد لما الاقي بقى العربيه تفضل بقى تتهزز، اقول خلاص انا كده الحمد لله على السلامه وصلت الشرقيه. محافظ اسبق الدكتور سعيد عبد العزيز، بكلمك كده اه للزمن اللي ورا 2014، ايوه. كان بيقول هو اصلا من اسكندريه، فكان بيقول لما اكون عندي الاولاد وانا راجع فممكن انام شويه كده في العربيه، فبمجرد لما الاقي بقى العربيه تفضل بقى تتهزز، اقول خلاص انا كده الحمد لله على السلامه وصلت الشرقيه. طب محافظ. بس لا ننكر طبعا، لا ننكر انه الطرق حاليا دلوقتي في طفره كبيره جدا بصراحه، ده الامور بقت افضل. ما فيش نقاش فيها بصراحه، دي ما فيهاش نقاش يعني. ده لكن حقيقي. احنا مستنيين دورنا بس في الطريق ده، لان الطريق ده بيخدم ملايين. وكمان قصه العاشر من رمضان وورديات العاشر اللي بتطلع في وقت زي كلها مره واحده الساعه 3 الساعه 5 الساعتين دول، حاجه صعبه جدا جدا. كان في مقترح انه يتعمل محور كده من الطريق بتاع المنصورة على الطريق الإقليمي، ده يعني أعتقد إن هو ممكن يحل الأزمة دي لو اتعمل بالفعل يعني. والله اي مقترح يحل الازمه دي احنا بنؤيده وباسرع وقت، ودي من الحاجات على فكره الارجنت جدا اللي احنا محتاجينها في اسرع وقت كمدينه الزقازيق وكمحافظه الشرقيه كلها.